تقييمات لنادي الزمالك، شايف وضع نادي الزمالك بعد نهاية الموسم اللي فات كان صعب جدا عليه على جميع المستويات. اكيد طبعا الموسم كان صعب وكان واضح جدا ان هم مش قادرين يجاروا الفرق اللي حواليهم. هل شايف ان التغييرات الإدارية هيكون ليها أي تأثير إيجابي على أداء الفريق؟ اعتقد طبعا يعني واضح مم. جدا ان جون ادوارد ماشي بخطوات صح، والمدرب الجديد لسه ما شفناهوش، فاعتقد ان هم لسه عندهم فرصه ان هم يعملوا حاجه كويسه. بالنسبة للصفقات الجديدة لنادي الزمالك، هل شايف إنها هتعالج الثغرات؟ هو الزمالك بيحاول يساعد نفسه بالامكانيات المتاحه، يعني هو معهوش فلوس كتير ان هو يشتري صفقات، وفي نفس الوقت عمل صفقات كتير جدا بس باسعار قليله، دي اعتقد ان هي ممكن تساعده في الموسم. هل المدير الفني الحالي تأقلم على الأجواء في مصر؟ بمعنى في الدوري المصري بمعنى أصح؟ هو لسه ما لحقش يبدا، يعني مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي غير على الاقل لما نشوف كام ماتش من الجوله. هل الزمالك يقدر ينافس مرة تانية على اللقب بعد موسمين من التراجع؟ والله هو الزمالك فريق بطل، وعودنا ان هو برضه بيبقى موجود في المنافسه دايما. هل تتوقع ان في لاعب داخل نادي الزمالك سواء كان من السكواد الحالي او من الصفقات الجديده يقدر يعمل انفجار في الدوري؟ والله انا شايف ان الزمالك حاليا عنده اسامي كويسه، وفي لعيب اسمه بنتايج ده كويس جدا، اعتقد ان هو هيعمل معاهم فرق الموسم. يعني الاجابه بنتاي. بنتايج. واستنونا تحليلات اكتر تانية في السوكه، قول لهم يعملوا فولو. اعملوا فول. يلا شكرا.